يعني الدنيا تحلو. اه. وهناكل سوشي في الجو. اه. يا راجل، لا 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 لا. اه. جدتهم هي اللي بتربيهم، وظهروا لأول مرة مع أمهم على التيك توك، نصهم سوري والتاني مصري. نفسها تلاقي وقت تقعد معاهم فيه، واخدين ملامحها وشقاوتها، ورياضيين ومركزين في دراستهم، مهووسين بمحمد رمضان وشاطرين في التمثيل، وأبوهم ما تخلاش عنهم، وبيحبوا جوز أمهم ومالهمش في السوشيال ميديا. حكاية إسماعيل وليلى ولاد الفنانة بشرى من الرجل الأول في حياتها. يا ترى إيه هي أسرار حياتهم؟ ليه ما كانتش بتظهرهم على السوشيال ميديا؟ هل هيدخلوا مجال التمثيل؟ مين هو أبوهم السوري؟ يا ترى حضروا فرح أمهم الثالث ولا لأ؟ يلا بينا نعرف أسرار حياتهم كلها في الفيديو ده. أخيرا بعد السنين دي كلها الفنانة بشرى ظهرت مع ولادها إسماعيل وليلى على التيك توك، واللي سبحان الله واخدين نفس ملامحها وشقاوتها، وده بعد ما حاولت بكل الطرق تخفيهم خالص عن السوشيال ميديا والإعلام عشان تحافظ على خصوصيتهم ويقدروا يعيشوا حياتهم براحتهم، وكمان علشان التعليقات اللي بتتكتب على صور ولاد الفنانين. الحقيقة إن الناس أول ما شافت إسماعيل وليلى ولاد بشرى اتصدموا، ما كانوش مصدقين ان العيال الصغيره دي واللي تقريبا لسه في ابتدائي يبقوا ولادها، وده لانهم كانوا مفكرين ان اولادها كبار على وش جواز او حاجه، اصلهم كبروها قوي وهي بتتجوز من كام يوم. بس اهي التعليقات هي اللي بتخليها ترفض ظهورهم. ولاد الفنانه بشرى ظهروا معاها على التيك توك وهما بيعملوا فيديوهات على اغنيه الفنان محمد رمضان، واللي بتقول يعني الدنيا هتحلو وهناكل سوشي في الجو، وفيديوهات تانية غيرها كمان، وباين عليهم انهم مهووسين بنمبر 1 محمد رمضان وحافظين الاغاني بتاعته وبيتفاعلوا معاها. ده غير انهم شاطرين قوي في التقليد والتمثيل. ما هو صحيح المثل بيقول ابن الوز عوام، وهم واخدين الموهبه من امهم. بس يا ترى هيدخلوا عالم السوشيال ميديا الفتره اللي جايه ولا هيفضلوا بعيد عنها خالص؟ عموما ده اللي هيبان الوقت الجاي، بالذات انهم مركزين قوي في دراستهم وفي تمارينهم الرياضيه لانهم رياضيين برضو من صغرهم. ليلى واسماعيل اللي بتربيهم هي جدتهم ام الفنانه بشرى، وبتساعدها في التربيه كمان مربيه، وده علشان بشرى ما عندهاش وقت خالص تقعد فيه مع ولادها وتهتم بيهم بسبب انشغالها في التصوير والانتاج، لانها شغاله شغلانتين، ممثله ومنتجه في نفس الوقت. وبتقول حلم حياتها يبقى عندها وقت فاضي كتير تقعد فيه مع ولادها وتلعب معاهم، بس اهي على قد ما بتقدر بتحاول تعوضهم عن غيابها. اما ابوهم بقى فهو رجل اعمال سوري، يبقى اول راجل في حياه الفنانه بشرى، وده اللي اتجوزته بعد قصه حب كبيره قوي وعمل لها فرح كبير وقتها اللي كان الكل بيحكي ويتحكى عنه. خلفت منه ليلى واسماعيل، بس للاسف الحياه ما فضلتش بامبي بينهم، والمشاكل لعبت ما بينهم وقررت تفصلهم عن بعض وتاخد ولادها بعد 5 سنين جواز. والصراحه كان انفصالهم راقي جدا لانهم اتفقوا يبقوا صحاب وفي ظهر بعض طول العمر، عشان خاطر طبعا ولادهم ما يتاثروش ويحسوا ان في حاجه ناقصاهم في حياتهم. طبعا بشرى كانت الطرف اللي بيسعى انه يتعامل باحترام معاه عشان هي اتعلمت من انفصال امها وابوها كده. الحقيقه ان ابو ولادها كان قد الاتفاق وما تخلاش فعلا عن ولاده ابدا لحد النهارده، بيهتم بيهم بيصرف عليهم ومعاهم خطوه بخطوه في حياتهم. ومن الواضح كده ان ليلى واسماعيل بيحبوا خالد جوز مامتهم التالت جدا، لان برضه مش هتوافق بشرى انها تتجوز حد غير ولادها ما يكونوا موافقين هم كمان هي قالت ان حبهم ليه كان السبب في انها تاخد قرار الجواز منه، واكيد حضروا الفرح بس الكاميرات ممنوعه تصورهم. هل ممكن بقى نشوف ولاد بشرى الفتره اللي جايه ممثلين زيها ولا هيختاروا مجال تاني؟ قولوا لنا في التعليقات.